النهارده هنتكلم عن افضل الكريمات اللي بتتحط بعد الاستشوار، بعد ما تعمل الاستشوار بتاعك لاي نوع شعر. تمام. طبعا الكريمات اللي موجوده في السوق كتير جدا جدا جدا، يعني ما عايزين حلقات. عندك مثلا كريمات الاستشوار المعروفه زي راكس، زي واكس، زي ماكس، زي مافيا، زي 7 داي، زي داكس، زي مثلا بالمر، زي عندك العنكبوت. كريمات كتير جدا جدا جدا، وانت ما انتش عارف تختار انهي كريم عشان تعمل بيه الاستشوار بتاعك. بص، انا تجربتي مع الكريمات دي عموما، انا جربت كذا نوع كريم، واقول لكم في البدايه تبعدوا عن كريمات ايه. ابعد اول حاجه عن ماكس وراكس، وابعد كمان عن اللهم صل على النبي، الماكس والراكس. وفي كمان كريم كده كان برضو مش حلو خالص. آه، هو عموما انا شايف ان انت تبعد عن ماكس والراكس، يعني دول اكتر نوعين مشهورين في السوق ورخاص ومعفنين. معفنين جدا، انت كانك بتحط شمع على دماغك. يا جماعه والله العظيم لو انت عامل الاستشوار يكش عامله تحفه وحطيت ماكس او راكس هتبوظ الاستشوار بتاعك. بص بقى، الشعر عندنا عموما بينقسم لحاجتين: شعر خشن وشعر ناعم وشعر حرير. هنقول ان هو ناعم برضه. اوكي. لو انت شعرك خشن، على طول على طول على طول على الدكس بالدي. تمام، على الدكس. انا شعري خشن فبتجه دايركتلي كده على الدكس وش. تمام. ويو، داكس ويو الاتنين مصايب مصايب بمعنى مصايب. لو انت شعرك ناعم، بالمرز والعنكبوت الاتنين كويسين جدا في الشعر الناعم. في بقى كريمات بتنفع لاي شعر، بس انا قلت لك دول التوب بالنسبه سواء كان الشعر الخشن او الشعر الناعم. في كريمات بقى بتمشي مع اي شعر لو انت عايز تمشي نفسك بيهم يعني هم سعرهم بيبقى ارخص من الداكس وكده، بس بيبقى ايه، بيمشوا معاك الدنيا لحد ما تجيب فلوس وتجيب الداكس او البالمرز على حسب نوع شعرك. زي ما قلت لك، عندك مثلا 7 داي وعندك مافيا. عندك 7 داي وعندك مافيا، الاتنين دول جامدين قوي. مؤقتا برضو لحد ما تجيب الكريمات اللي قلت لك عليها. بس يا شباب، دي كانت حلقة النهارده، والنهارده كلمتكم عن افضل انواع الكريمات اللي تستخدموها، والسلام عليكم.